ما هم يا شمامين يا ضريبه. اديني عقلك وحط نفسك مكاني. حلو كده؟ لجنه طبيه بتعدي قبل مباراه الزمالك والداخليه عشان تاخد كشف عينه منشطات الاثنين لعيبه عشوائي. طيب يا جماعه فين فتوح وعبد الله جمعه؟ مش موجودين. بخ. طب ليه يا سيدي؟ ما نعرفش والله يا باشا، جالهم ظرف طارئ. طيب يسكت رئيس النادي ويحاول بعلاقاته اللي احنا عارفينها يطرمخ على الموضوع ويعدي الامور ويهدي الدنيا؟ لا، ما يسكتش. يوم عامل ايه يا معلم؟ طالع فاضح نفسه وفاضح الاثنين لعيبه وفاضح النادي وفاضح الناس كلها، ويطلع يقول لك ان عنده 2 لعيبه بتحشش واللعيبه دي هو عارضها للبيع. فانت متخيل الصدمه؟ مفيش مشاكل، الدنيا تتلم. طيب يا جماعه لا، يطلع واحد من ال2 لعيبه دول بدون ذكر اسماء، عبد الله جمعه، ويقول لك ايه عبد الله جمعه اللي احنا مش عايزين نقول اسمه؟ انا اسف يا سياده المستشار، انا بعتذر وبعتذر للكيان والجمهور نادي الزمالك وحقكم عليا. الله يخرب بيتك يا عبد الله، بتعتذر على ايه؟ يا عبد الله ما حدش قال لك ان الاعتذار على ذنب يؤكد فعله؟ يعني مثلا انت اعتذرت على شيء حد اتهمك بيه، فانت ده بتثبت بيه التهمه. ما انا طالع بعتذر لك ليه؟ انا ما غلطتش، اعتذر ليه؟ يبقى اكيد غلط. ماشي، عبد الله جمعه بيحشش والراجل عايزنا نسامحه، نقول الحمد لله الذي عافانا وربنا يهديك يا عبد الله جمعه ويرجعك من طريق المخدرات وتبطل. تاني يوم اللجنه الاولمبيه تبعت لجنه طبيه لنادي الزمالك عشان تجيب الاثنين بالاسم. فاللي داخل من اللجنه الطبيه كان صايع تقريبا، مصري اكيد. قال لهم يا جماعه بعد اذنكم، هو احمد فتوح وعبد الله جمعه موجودين جوه؟ بيسال الناس السكيورتي على البوابه. قال له اه يا باشا عبد الله جمعه موجود، لكن احمد فتوح النهارده ما شفناهوش خالص. طيب دخل، سلام عليكم، فين عبد الله جمعه؟ مش موجود. ازاي يا معلم؟ مش عارف، واحد بيقول له تقريبا راح عند المعلمه كيداهم او في مشوار عند المعلم عبده القماش. ما تفهمش كان فين عبد الله جمعه، اختفى. فتوح طب ما جاش اساسا. خد بقى التقيله. طيب خلاص دول هربوا، احنا خلاص عارفين من اول يوم ان هم طلعوا شمامين او في حاجه غلط. احمد سيد زيزو دي بالنسبه لي كانت بوم بصراحه ربنا، هي دي التقيله. احمد مصطفى السيد زيزو فين يا جماعه؟ مش موجود. طب ليه يا معلم احمد سيد زيزو مش موجود؟ قال لك ما يعرفش مين جرى له ايه. جري احمد سيد زيزو، عمل الهروب الكبير. شوف عشان اكلمك بالعقل والمنطق، الواد زيزو مش بتاع حشيش. اصل بص، عبد الله جمعه معروف، باين عليه، والواد فتوح مش سلام. فبص دول اي حاجه شغاله معاك يابا، احترام للناس، انت فاهم يعني، انا من عين شمس يا معلم، فعادي يعني. المهم تطلع بقى زيزو. هتقول لي بقى انت عشان وسيم، عشان شايف زيزو وسيم فبتقول انه زيزو مش ضريب؟ لا، هفهمك، او مش بيحشش. الموضوع ملوش علاقه بالوسامه. ياما 100,000 شاب وسيم وكان بيحشش، بس اللي بيحشش هيفهم كلامي كويس، واللي عنده ناس في اصحابه بتحشش عارف الكلام ده بيبان عليه، خصوصا لو بيشرب كتير. فاهم ازاي؟ يعني بص هيئه عبد الله جمعه خلقت ربنا زي الفل، بص منظره هو عامل ازاي، فاهم ازاي؟ بص العين الواد فتوح شويه ممكن ساعات تحس يبان عليه، انما زيزو لا. طب هرب ليه زيزو؟ منشطات، باور، تيمو بترمي لعم زيزو، ما هو ده الباور. ما خلينا نتكلم بالعقل برضه يا جماعه. الواد زيزو بامانه ربنا، حتى اذا كان بيجي عليه بعض الماتشات فنيا مش هو زيزو، الواد بدنيا اللهم الحسد ايه بقى؟ ما طلع تيمو يا عم زيزو، اللهم الحسد ايه؟ الواد بدنيا تلاقيه واخد الدنيا اسح. الزمالك موسمين ما ريحش فتره كبيره وبيلعب دوري ابطال افريقيا من دور ال 64 مع التمساح الكيني، وبيلعب مع المنتخب كاس وبيلعب هنا وهنا وسافر ويمين والواد زيزو يا جدع في ايه يا زيزو؟ مالك يا زيزو؟ ما بيعطلش. عرفت ما بيعطلش ليه يا معلم؟ التيمو يا شبح. ما هو انت اديني سبب تاني، اديني حل تاني وانا اقتنع بيه. شوف انا بكلمك النهارده الاثنين بعد 5 ايام من المشكله. شفت حد بيتكلم؟ حد يقول لك الناس لازم تتحاسب والنادي ده يتحاسب واللعيبه دي تتشطب وتتوقف لا. بس لما ترجع بعد الشم والضرب والحشيش اللي بيتقال ده تقول عليهم زريبه، يزعلوا. وبكل بجاحه بعد الطرمخه دي كلها تلاقيهم طالعين يقول لك اصل الاهلي نادي الدوله. دوله ايه يا ولاد؟